السلام عليكم. في الفيديو هذا باش نشوفوا أحسن 4 منتخبات حسب رأيي مرشحين وبقوة للفوز باللقب كأس العرب. صراحة أنا شاهدت معظم المباريات تقريبا وبكل اهتمام، ويعني أنا حسب رأيي ال4 منتخبات هذوما هم المرشحين للفوز باللقب هدايا. باش نعطيكم أنا التصنيف متاعهم حسب رأيي الشخصي طبعا، ونبدأ من رقم 4 حتى الرقم 1. في المرتبة الرابعة حسب رأيي هو المنتخب السعودي. المنتخب السعودي مرشح وبقوة للفوز باللقب هدايا، يعني ولديه يعني من الرصيد البشري والإمكانيات أنه تخول له باش ينجم يلعب النهائي ويفوز باللقب. بالنسبة للمنتخب السعودي في المرتبة الثالثة أنا نشوف المنتخب المغربي. المنتخب المغربي زاد من المرشحين والكبار اللي نجموا يفوزوا باللقب هذا بتاع كأس العرب، وشفتوا مردود المنتخب المغربي يعني ما عدا مباراة واحدة هي المباراة الثانية اللي بصراحة يعني فيها هذيك اللي دخلت الشك شوية في بعض الجماهير، لكن في المباراة الأخيرة أمام المنتخب السعودي أعطى كل ما عنده وربح السعودية في آخر مباراة. بالنسبة للمنتخب الثاني أنا أشوف المنتخب الأردني يعني مرشح وبقوة صراحة، يعني 3 مباريات في دور المجموعات، 3 انتصارات، 9 نقاط، مرتبة أولى، يعني عن جدارة واستحقاق صراحة الوصول للدور ربع النهائي، ومرشح من المرشحين الكبار للفوز بهذا اللقب. النشامة عندهم ما يقولوا في البطولة هذه، حطيتهم في المرتبة الثانية. المرتبة الأولى صراحة أنا شفت المنتخب الجزائري، وأنتم شفتوا معايا المنتخب الجزائري البارح كيفاش كان، والأسلوب واللاعبين والكاليتي والفنيات والدنيا. يعني بصراحة المنتخب المغربي المنتخب الجزائري سامحوني نشوفوا يستحق المرتبة الأولى، خاطر تحسه متكامل ومتكامل جدا ومرشح بقوة لأنه هو صاحب اللقب يعني 2022. الكأس هذه يعني بالمردود اللي شفناه البارح وبالمردود نتاع المباراة الفارطة بصراحة ينجم يكون من أبرز المرشحين للنيل هذا اللقب وللعب النهائي إن شاء الله في الدوحة. حظ سعيد لجميع المنتخبات صراحة، ولكن أنا هذا اللي استنتجته من كأس العرب في منتخبات العرب، في لمة العرب، في أحلى كأس عرب. ربي يوفق الجميع، وإن شاء الله نتقابلوا في فيديو قادم باش يكون على ترتيب أحسن 5 لاعبين خلال دور المجموعات. انا ان شاء الله الفيديو القادم باش يكون الفيديو هذا اللي ما عملش متابعه يعمل لي متابعه باش يشوف الفيديوهات نتاعي، وشيروا الفيديو، وبارك الله فيكم، ونتقابلوا ان شاء الله في الفيديو القادم. السلام عليكم.